ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ معاكم محمد ياسر من قناة مويا استوديو. النهاردة هنتكلم عن لعبة سليبنج دوجز اللي انتجها استوديو سكوير انكس سنة 2012. اللي بتحكي قصة بطلنا وي شين اللي من جمهورية الصين الشعبية، وبيروح يكمل دراسته من وهو صغير في أمريكا، بس لما بيرجع كأندر كفر كاب في إدارة مكافحة المخدرات. وبنبدأ اللعبة إن إحنا رايحين مع البطل بتاعنا وي شين لمقابلة فيها تجارة مخدرات، وإن هو هيتم صفقة. بس بيحصل حاجة ما كانتش متوقعة، إن بيعدي ضابط دورية أو ضابط في الخدمة بيكون بيتمشى، هيلاقي الناس قاعدة بتعمل ديل أو بتعمل حاجة، يروح يسألهم انتوا بتعملوا ايه هنا، ووروني بطايقكم مش عارف ايه. ولكن بيجي واحد من المجرمين اللي كان بيعمل الصفقة وبيطلع ساطور وبيقتل الضابط اللي شافه. طبعا كل حاجة بتدربك، وبيحصل محاولة هروب من وي شين، ولكن بعد مطاردة قوية جدا وشديدة جدا وجري ونط من هنا لهناك، بتنتهي المطاردة بان وي شين وزميله بيتقفشوا. وسريعا كده خلونا نبقى عارفين كويس ان وي شين كان ليه 3 من اعز اصحابه، او على الاقل كانوا اصحابه وهو صغير. كان جاكي، وينستون، ودوج ايز. بعد ما بيتقبض عليه بيجيبوا لنا وي شين في السجن، واللي بيقابل جاكي بشكل صادف جدا، وجاكي بيسلم عليه وبيتبسط، وبيبقى مش مصدق ان هو شاف وي شين تاني، وبيقول له انت كنت فين كل ده؟ انا دورت عليك في كل حته، ما لقيتلكش اي فايل ولا اي سجل ولا حتى حاجه على النت، انت شكلك كده كان مقبوض عليك وممسوك هناك. هو معرفش طبعا ان هو كان في اكاديميه الشرطه في امريكا في ولايه فلوريدا، وطبعا ده سبب ان هو ملوش اوراق او ملوش اي حاجه جاكي قدر يتتبعها. فهما بيتكلموا، الضابط بيجند على اسم جاكي ان هو هيطلع من السجن، فبيقول للوي طب ما بقول لك ايه، ما نبقى نتقابل بره ونتكلم وبتاع. فوي قال له طب لو كده انا ممكن اجي اخش معاكم العصابه، لو عايزين يعني اي مصلحه ولا اي حاجه تقضوها انا معاكم. قال له خلاص لما تخرج بره نتقابل. بعد كده بنشوف ان وي بيروح يقعد مع ضابط، الضابط بيعمل نفسه ان هو بيستجوبه، بس الحقيقه ان هو بيتكلم معاه عادي، بدليل ان هو يقفل الكاميرا ويقول له ده اللي احنا عايزين الناس تفهمه، ان انت مقبوض عليك وان انت كنا بندور عليك بقالنا كتير. وقعدوا يتكلموا شويه في نظام الشغل، وقال له ان انا محتاجك تنزل الشارع، ومحتاجك ان انت تبقى ما بين العصابات، وان انت تكبر على قد ما تقدر، وتجيب لنا بيانات وتجيب لنا معلومات عن كل العصابات الموجوده، خصوصا العصابه اللي انت هتدخلها، وهي العصابه اللي الليدر بتاعها او القائد بتاعها هو وينستون، اللي اسمها ووتر ستريت جانج. بعد كده طبعا واي بيخرج بره وبيكلم جاكي يقول له انا عايز اقابلك. بيتقابلوا مع بعض وبيروحوا لوينستون اللي الاول ما بيكونش فاكر وبعد كلام شويه كده بيفتكروا طبعا، وبيفتكر اخته اللي كانت موجوده من زمان، فبيقول له هي فين اختك وبتاع. بس بنعرف بعد كده ان اخته ماتت بجرعه اوفر دوز، لانها كانت مدمنه ودخلت في سكه للاسف كان اخرها ان هي ماتت. ساعتها وينستون بيكلف وي ان هو يجمع ادوات في شارع معين، وطبعا بيتعرض لعصابه دوج ايز اللي كانت ماسكه الشارع ده، يعني حاجه زي وضع يد كده من عصابه ووتر ستريت بتاعت وينستون. وينستون بيبقى عايز يرجع الشارع ده لسيطرته، فبيبعت واي بعد ما عرف ان هو مش عارف ضرب 8 ولا 10 اما كان مع جاكي وجايين، فعرف ان هو ممكن يبقى ليه قابليه ان هو يعرف يسيطر على الشارع ده، فبالمره يوديه يجربه، وبالمره في نفس الوقت لو نجح هيرجعوا الشارع ليهم. بعد كده وينستون بيبعت لواي ان هو لازم يروح لواحد اسمه مينج علشان ياخد منه الفلوس، او على الاقل يعرف هو بيتعامل مع مين، لان هو المفروض بيبعت بروتكشن ماني لوينستون كل فترة وهو ما بيبعتش. وحتى لما جاكي راح له ضربه واتحمى في الرجالة اللي معاه، فوي بيروح بيضرب كل الرجالة ويضرب من جوه شخصيا، وبيعرفه هو بيتعامل مع مين. بس للأسف في الوقت ده بنلاقي ان واي بيتقبض عليه للمرة التانية، بس المرة دي من محققة اسمها تانج. في الوقت ده احنا بنمر باحداث كتير جدا، منها ان واي بيثبت نفسه كويس لعصابة ووتر ستريت، وطبعا بيعمل عداوة قوية جدا مع عصابة دوج ايز، اللي اصلا رئيس عصابة دوج ايز اللي اسمه دوج ايز برضو كان السبب الرئيسي في موت اخت واي. واي اصلا كان راجع الصين علشان يدور على مين قتل اخته، لان بموت اخته مامته لما عرفت انتحرت. بمرور الأحداث سريعا بنلاقي إن واي بيكسب شعبية قوية جدا ما بين العصابات، وخصوصا في عصابة ووتر ستريت، ووينستون بيثق فيه جدا لدرجة إن هو بيقومه بمهمات حساسة جدا مش أي حد يعرف يعملها ولا أي حد المفروض يبقى عارف عنها. وطبعا واي بيثبت جدارته وبيروح يخلص أي مهمة بياخدها، وفي نفس الوقت بيجمع المعلومات اللازمة للبوليس، وبيروح للديتكتيف اللي بيتعامل معاه اللي هو المحقق او الضابط بندو. بعد كده بنلاقي ان وينستون هيتجوزوا في يوم فرحه، هيكون نقطة تحول اللي هتحصل لما يلاقوا عصابة دوج ايز راحت وبتعمل اغتيال للمكان كله بكل المعازيم، طبعا بالاخص زعيم عصابة ووتر ستريت وهو وينستون تشو. بيضربوا عليه نار هو ومراته، بيقتلوهم هما الاتنين، وطبعا ده في مواجهة قوية جدا ما بين واي والعصابة.
وضرب نار طبعا رايح جاي. وفي نفس الوقت للأسف بيكون رئيس العصابات كلها اللي هو مستر بو موجود وبيتصاب، وفي الوقت ده واي بيروح بيحاول ينقذه، بيضرب نار وبيعمل كل حاجة يقدر يعملها، وبالفعل بيعرف يوصل لمستر بو وبياخده المستشفى. وساعتها طبعا بيبان قد ايه واي هو راجل لويال جدا، ان هو حمى رئيس العصابات لدرجة ان مستر بو هيعينه ان هو الخليفة مكان وينستون لما مات في الفرح. وفي الوقت ده ميس زيانج او السيدة زيانج كانت موجودة واعترضت جدا على ان واي يمسك عصابة ووتر ستريت مكان وينستون، لان هو يعتبر جديد، ده الباب الظاهري، لكن من جوه بقى او كانت نواياها انها عايزة تمسك ابو لغدين، او بمعنى اصح دبل تشين، هو اسمه فعلا كده، لان هو دايما كان تحت ايديها وبتعرف توديه وتجيبه وبتعرف تسيطر عليه، فكانت هتعرف تمسك عصابة ووتر ستريت بمزاجها من غير حتى ما تبقى في الوش. الوقت ده بقى مستر لي اعترض تماما وقال لا، انا من حقي ان انا امسك المناطق بتاعت وينستون علشان انا هعرف اديرها طبعا زي ما انا كنت دايما بدير المناطق بتاعتي. بعدها بشويه هنعرف ان مستر لي اصلا هو اللي كان مرتب محاوله الاغتيال دي مع دوج ايز ومع شويه عصابات من ال 18K، ولكن في نفس الوقت هيتعرف مين هو اللي سرب هويه واي، وهيطلع ان هو الضابط بندرو. الضابط بندرو طلع ان هو شرطي فاسد، وهو السبب في محاولة قتل جاكي بعد ما هيتخطف وهيتحط فيه تابوت مقفول وهيتدفن حي. وطبعا واي هيعرف هو اتدفن فين وهيقعد يدور عليه لغاية لما يلاقيه، وهيجي يطلعه هيلاقيه ان هو بالفعل كان خلاص هيموت بس انقذه. بعدها على طول جاكي يقول لواي انا خلاص كده مش هقدر اكمل في الكلام ده، والموضوع اكبر مني وانا مش هقدر اكمل بالشكل ده. واي طبعا هيقول له حقك وهيقول له خلاص مش لازم تكمل، ولكن للاسف بعدها بيوم على طول هيلاقي ان جاكي متعلق في مكان، وللاسف ان هو باين عليه اثار التعذيب ومتشرح ومتبهدل تماما. وطبعا واي عرف مين السبب وهيعرف ان بندرو هو السبب، وهو اللي كان من الاول خالص عامل كل حاجة بتورط واي علشان يخلص منه. في الاخر خالص بنلاقي ان واي بيعمل خطة محكمة ان هو ينجح في قتل مستر لي، وفي نفس الوقت بيقدم فيديوهات بتدين الضابط بندرو علشان هو ضابط فاسد، وبيتسبب في ان هو يتسجن مع المجرمين اللي هو كان سبب في ان هم كلهم يدخلوا السجن. وبكده نكون خلصنا فقرة القصة. نخش مع بعض على الجيم بلاي او اسلوب اللعب. طبعا اكتر حاجة مميزة في اللعبة دي هي نظام القتال او الكومبو سيستم، وكان معتمد بشكل كامل على الكاراتيه والوينج شون واساليب الدفاع عن النفس والفنون القتالية الصينية اللي اتقدمت بشكل ممتاز، وفي نفس الوقت بتعرف ترقيها كل فترة وكل شوية وتتعلم حركات جديدة. طبعا موضوع مميز جدا ويخليك تقعد تلعب اللعبة بالساعات من غير ما تزهق منها زي ما احنا شايفين كده. طبعا تاني حاجة امكانية ان انت تحارب الاعداء باكتر من طريقة، وان انت تفنشهم باكتر من طريقة، وبتستخدم كل حاجة حواليك والعالم المحيط بيك بان انت تخلص على الاعداء باستخدامه او بالتفاعل مع العالم، من ان انت بقى تزقه في كابينه، مثلا ترميه على تلاجة، مثلا تقوم خابط دماغه في مروحه، تحطه ما بين دكان وتقفل عليه، حاجات كده يعني ايه، وتقعد بقى تتفنن زي ما انت عايز. طبعا اسلوب القياده كان متواضع، ما كانش اقوى حاجه، ولكن كان مقبول جدا في لعبه هي الى حد ما اول مره تتقدم او اول تجربه تقدم من استوديو سكوير انكس، اللي كان اصلا متبني فريق تطوير اللي كان اسمه يونايتد فرونت جيمز، وللاسف هو مكملش معانا وقفل بعد كده لاسباب كتير جدا، ولكن كانوا مقدمين شويه فيتشرز كويسه في العربيات، ممكن تضرب نار من عربيتك وحاجات كده. التفاعل مع الام بي سيز والعالم المحيط كان حيوي جدا وكان الايف بطريقه مرعبه، كان كل واحد بيعمل حاجه، اللي بيتمشى، اللي بيتكلم في الموبايل، اللي بياكل، اللي بيتفاعلوا مع بعض وبيتكلموا مع بعض، في تفاعلات مثلا في مهرجان، في حد بيغني، حد بيعزف، كان في حاجات كتيرة جدا مديها العالم احساس حيوي جدا، وتحس ان العالم المحيط بيك عايش مش عالم ستيل او عالم الى حد ما في لعبة. القتال في الشوتينج او الاسلحة النارية الى حد كبير كان متواضع، ولكن كان مقبول في نفس الوقت، لان هي اللعبة ما كانتش معتمدة اعتماد كلي على ضرب النار، ولكن كانت معتمدة على القتال بالايد والفنون القتالية. بعد كده نروح مع بعض على التصميم اللي كان بسيط جدا وفي نفس الوقت فيه تفاصيل مميزة تديك الروح او الطابع الصيني، وهي ان كان اول حاجه الاتش يو دي بتاعنا بسيط، كل الحكايه فيه ان هي في ميني ماب، وفي على الشمال نظام الهيلث، وعلى يمين الميني ماب كان في الفيس اكس بي بار، اللي هو لما بيتملي بتقدر تعمل ضربات او قدرات من غير ما اي حد يعرف يصدها، بل بالعكس كانوا بيخافوا منها لما بتعملها. وطبعا لما بندخل في البوز منيو او المين منيو بنلاقي الطابع الصيني غالب جدا على المنيو بتاعتنا، وبرضو التفاصيل بتاعتها سهلة وبسيطة، وفي accessibility عالية، او بمعنى صح في سهولة
للوصول والاستخدام في المنيو. اتقدمت بشكل ممتاز جدا حتى في سنة انطلاقها ولغاية دلوقتي 2026. طبعا الالوان كلها مظبوطة كويس جدا والكونتراست فيها عالي جدا، بيديك الطابع الصيني وفي نفس الوقت بتحس ان انت بتلعب لعبة ليها هوية قوية جدا، وبتقدر ان انت مجرد ما تشوف الوانها وتقدر تشوف الثيم بتاعها بتعرف ان هي سليبنج دوجز. وبكده نكون خلصنا حلقتنا، ولو عايزين نتكلم عن لعبة معينة بتحبوها يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنت. لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، واستنونا في حلقة جديدة. سلام.